في صعيد مصر، في مدينة أنصنة، كانت الأم دلاجة عايشة مع أولادها الأربعة. بيتهم كان بسيط لكن مليان إيمان وسلام. في يوم الجنود الرومان خبطوا على باب البيت ومعاهم أوامر من الوالي. فتحت الأم الباب وولادها واقفين وراها بكل ثبات. وقفوا قدام الوالي، بصلهم وقال: اسجدوا للأوثان وإلا مصيركم الموت. الأم ما خافتش وردت بصوت قوي: احنا لينا المسيح وحده. مسكت ايد ابنها الكبير وقالت له: اثبت يا ابني، المجد السماوي اعظم من اي عذاب. ابتدى التعذيب. استاخيوس اتجلد بالسياط والام رافعت عينيها للسماء. بعده اجابيوس رموه في النار وهي بتشجعه لاخر نفس. وجي الدور على ثاودورس، علقوه على خشبه والام واقفه بتصلي والدموع في عينيها. وبعدين استفانوس اصغرهم اتقطع بالسيف والأم بصت له بابتسامة كلها رجاء. وأخيرا جت ساعة الأم نفسها، ركعت تصلي والجنود جهزوا السيوف. استشهدت في سلام زي ولادها. وفي السماء الأم دلاجة وأولادها الأربعة واقفين قدام المسيح لابسين تيجان المجد. فرحتهم ما تتوصفش لأنهم نالوا الإكليل الأبدي. مستنيينك تنور صفحتنا على فيسبوك، الرابط في أول تعليق.